سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحه جيده. جيتكم فيديو جديد، حبيت نحضر معكم هذا الكويس تاع الداند في الفور البنات محمر، ورايحه نخدم معكم ثاني واحد شلاطه البنات. كتبت لكم كامل المقادير ونوريكم الطريقه، الا عجبتكم رايحه نعاودها لكم بالتفصيل. وقبل لا نبداو الفيديو نصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبداو مع طريقه التحضير. واش نحتاجو؟ هنا عندي داند زوج كويس، نحيت لهم الجلده البنات اللي حبيتو تخلوها عادي وفتحوهم من الوسط هكذاك. عندي حبه طماطش كبيره، عندي شويه طماطش قوطي، زيت، عندي كركم، فلفل اكحل وزنجبيل، وعندي راس ثوم مدقوق مع حبه جنبو. تابعونا البنات الطريقه، راح نخلط كامل المكونات مع بعضهم ومن بعد نوريكم واش نديرو. هنا بعد ما نخلطوهم مليح نزيدو شويه خل، واحد المغرف صغيره، تحبوا تبدلوها بشويه موتارد نورمال، ونجيبوا هذوك لي كويس تاعنا وندخلوا كامل الصلصه من داخل البنات. وحاولوا كاين البلاص يعودوا مش مفتوحين البنات، اضغطوا بصبع تاعكم ودخلوا هذيك الصلصه الداخل. بعد ما نخدموهم نردوهم في هذاك الاناء ونغطوهم بالسلوفان وخلوهم يريحوا مده نص ساعه البنات، واذا كنتوا قاصبين خلوهم 5 دقائق. بعد ما ريحوا البنات جبت سنيوه درت فيها الالومنيوم وورق الزبده ونحطوا هذوك لي كويس البنات. هنا راها سنيوه الكبيره تاع الفور، رفدتهم لي البنات جاوني فيها عادي. نديروا هذيك الصلصه اللي قعدت من الفوق ومن بعد نغطوهم بالسلوفان والالومنيوم وندخلوهم يطيبوا. وبالنسبه للبنات اللي عندها الفور تشعل مره من الفوق مره من التحت، مره من الفوق والتحت، واللي عندها الكويزينير كل مره من التحت مره من الفوق. نروحوا للشلاطه تاعنا. هنا البنات راني كتبت لكم كامل المقادير، كيما البطاطا مطبوخه مرفوسه درت لها لا موتارد ودرت لها الملح والخل والمايونيز. وهنايا الحشو البنات درت طون تاع زيت، 2 علب، 4 حبات بيض مقطعين وكاشير مقطع، خردل، زيتون اخضر مقطع ومايونيز، وش كان متوفر عندي انا درت. والبنات شوفوا الطريقه كيما راكم تشوفوا، نديروا طبقه تاع بطاطا نسقموها مليح ونزيدوا كامل هذاك الحشو ونزيدوا نغطوها من الفوق بالبطاطا. بعد ما نسقموها مليح نزيدوا نغطوها كيما الديكور البنات كيما تحبوا. انا اللي متوفر عندي في الدار، وانتم اذا كانت حاجه تاع ضياف حاولوا تزينوها بطريقه واحده اخرى. بعد ما نكملها نجيبوا مغرف نشمخوها شويه البنات ونبداو نسقموا في الوجه. هنا درت المايونيز ونحاولوا نمشوا كامل هذيك المايونيز ونسقموها مليح. بعد ما كملت جبت زيتون دويرات ندوروه كامل على الوجه كما راكم تشوفوا. ومن بعد جبت قشرة حبة طوماطيش درتها على شكل وردة حطيتها في الوسط. بالنسبة للأوراق درتهم معدنوس ومن بعد ندخلوها تبرد. هنا خرجت الداند نتاعي من الفور، شوفوا البنات شكله روعة. نديروا له شوية فرماج ونعاودوا ندخلوه يتجمر ونوريكم الشكل النهائي. شوفوا البنات الشكل النهائي تاع الوصفات تاعنا اليوم. هذا يداند البنات، ان شاء الله راح نجربوه، تخلوا لي راكم في التعليقات. وهذه السلطه لا عجبتكم راح نعاود لكم الفيديو بالتفصيل. نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، تبقوا على خير ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.